ازيكم عاملين ايه؟ احنا قبل كده عملنا الكبدة الاسكندراني. النهاردة هنعمل الكبدة المصري اللي هي بالبصلة والطماطم والفلفل الاخضر. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. الكبدة دي مش بتاخد وقت ولا بتاخد مجهود، هما خطوتين اتنين والكبدة بتكون جاهزة. عندي بصل بقطعه جوليان كده، بصلتين كبار، وبنزل عليهم بنص كيلو كبدة متقطعة شرايح، واقلبهم كويس قوي، وما بضيفش غير ملح وفلفل بس، ما بضيفش اي بهارات تاني. ملح وفلفل، وبحط فلفل حار وفلفل بارد وطماطم، وهوريكم هقلبها تقلبتين كده كويسين. واسيبها شوية، وبعد كده نحط عليها باقي المكونات. انا بحط بس الاول الملح والفلفل واسيبها 10 دقايق على النار، تبتدي تدخل في السوا كده. احط لها الطماطم والملح والفلفل الحار والفلفل البارد. خطواتها سهلة وبسيطة خالص، وطعمها لذيذ وتختلف عن الكبدة الاسكندراني. يعني دي طعم ودي طعم تاني خالص، هتحبوها ان شاء الله. وهنا بتبقى النار عالية عليها، ونقلب فيها كويس عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها وتبقى ناشفة. لازم النار تكون عالية عليها واحنا بنقلب فيها لمدة 10 دقايق قبل ما نحط الطماطم والفلفل الحار وفلفل ألوان وفلفل بارد. لو عندنا فلفل ألوان أنا حطيت فلفل بارد وفلفل حار والطماطم، واسيبها بقى 10 دقايق كمان تستوي براحتها. وبكده الطبق بتاعنا يكون جاهز. ممكن نقطعها عصافيري اصغر من كده ونعملها بنفس الطريقة. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اشوفكم على خير. باي باي.